اهلا وسهلا بكم اعزائي المتابعين. هوريكم النهارده بقى طريقه جديده بقى مبتكره ازاي نغرف او نقدم الديك الرومي في حفلاتنا وعزوماتنا. زي ما انتم شايفين كده، ده رز خلطه بنحطه في صينيه. ريحه الرز جميله قوي ما شاء الله. شوفوا الديك بقى اللي انا محمره. هقول لكم طريقه الباربيكيو او الصوص او المارينيه اللي انا حطيته عليه. يا سلام، شوف المنظر عامل ازاي. يعني بنحط الفرشه بتاعت الرز، بنحط عليها الديك الرومي اللي حاط عليه المارينيه اللي هو صوص باربيكيو وكريمه لباني وكاتشب وصلصه طماطم وملح وفلفل وزيت وخل. ريحتها تحفه. بنقطع طبعا الصدر عشان كلنا ناكل زي بعض. ويبقى سهل معانا في التقديم. هنا انا بقطع الصدر اهوت شرايح. في كذا طريقه للموضوع دوت، بس انا حابب ان انا يعني بوريكم طريقة مبتكرة كده وسريعة. ازاي نقدم الديك في البيت او في العزومات والحفلات لو انا عازم ناس. بقطع الصدر تاني اهوت من ناحيتين، بحيث برضك واحنا قدام الضيوف يبقى الموضوع سهل معانا بالشوكة او بالسكينة نطلعه. طبعا لو عندنا شوية سمبوسك في البيت بالجبنة او باللحمة. هنا انا عامل سمنة بلدي سخنة، اعملها كذا طشة كده على الديك كده، تخلي الطعم جامد قوي والريحة جامدة قوي وتخليه جوسي كده من جواه. ممبار ممكن برضو نحط ممبار، محاشي مشكلة. احلى محاشي دي ولا ايه؟ احلى متابعين، ما تنسوش الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. انا الشيف محمد كمال، بحاول دايما اقدم لكم حاجة مختلفة. هنا انا حطيت ديكور جرنش مكسرات. يا سلام يا سلام على المكسرات وهي نازلة. احلى مكسرات دي ولا ايه؟ ده الهدف اللي انا عايز اقوله، ان احنا ممكن نعمل ديك رومي بس نحطه كده ما يبقاش شكله ديك رومي بس. ممكن يبقى حواليه كل حاجة كده زي ما احنا شايفين ميكس. ونقدم الديك بتاعنا. ممكن نتصور وطعمه كمان جميل ونعمل بقى السيلفر كده في الرجلين. يعني نجمل شكلنا ونجمل اكلنا ونظهر بشكل كويس قدام عيلتنا وقدام صحابنا وقدام الناس اللي احنا عازمينهم. وندوق بقى. يا سلام يا سلام، شويه رز كده. ايوه ايوه، هات شويه رز من هنا. خد مكسرات. الله 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 الله، حته ديكرومي. بسم الله ما شاء الله. يعني بصوا الفص عامل ازاي من جوه، طبعا السمنه نزلت جوه. حاجه كده ما شاء